وكيف أنساك يا صمد؟ ومهما طال السفر والبعد سكنان، ومهما طال الليل عشق القلوب مرسال، ومهما كنت وحيد فكفاية صورتك قدامي، ياللي انت انا وانا بيكي من غيرك ابقى شيء تاني. ليلك وفا شمسك دفع عارفك في الغربة عشان ما انا منك وانت يا حبيبتي وحشاني، وتمر السنين بيا وانا فايتك، وتلالي النهار بيا مع ويتك، وترقرق دموع العين ما انا فكرك. وكيف انساك يا صمد؟ وكيف انساك يا صمد؟ وكيف انساكي وانت للحمام غية؟ وكيف انسى الامل فيا؟ وكيف انساكي وانت للقلوب نية؟ وكيف انسى ولو هنسى فجاوز واحد بيا يا دولة حق، وانت للحقوق دستور. يا كلمة لا جددت الظلام للنور، يا ام الكل عشاق، ومش عاشقك ومشتاق ومش سكرك لكن القلب مشتاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في نادي أدب ثورة مصر. إن شاء الله ده يشرف لنا عمر النهارده بإذن الله. طبعا موضوع الحلقة عن الثورة التونسية، وطبعا احنا دايما من كل عيد بنقول لأي حد كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وانتم طيبين. احنا بنقول النهارده كمصريين للتونسيين كلهم كل عام وانتم بخير، لأن هو تقريبا وده أكيد مش تقريبا مر على ميلادهم الجديد والحرية والديمقراطية الحقيقية فعلا عندهم، مر عام كامل وكانوا بيحتفلوا بيها طبعا يوم الخميس الماضي. فكل عام وكل تونسي بخير، وكل عام وكل مصري أيضا بخير، لأن احنا طبعا هي الشرارة انطلقت من تونس وأعقبها على التوالي على طول الثورة المصرية 25 يناير. لكن طبعا النهارده كلامنا عن الثورة التونسية. طبعا معانا كوكبة النهارده جميلة جدا، وأول شخص عايز أقدمه النهارده يعني مش هقدر أقول غير إن إحنا فاكرين طبعا كلنا عنترة بن شداد. عنترة بن شداد يا جماعة كان في موقف جميل جدا كده. لما شداد أبيه ومالك عمه لم يعترفوا غير بإنه ابن زبيبة الخادمة وإلى آخره، وما رضاش يعترف ببنوته، ترك القبيلة بني عبس وذهب إلى البادية إلى الصحراء. لما القبائل اللي حواليه كانت نفسها تنتقم من بني عبس قوم عنترة. تخيلوا يا جماعة إن خافوا كلهم يغاروا على أو يهجموا على قوم بني عبس بسبب إيه؟ بسبب شخص واحد اسمه عنترة بن شداد، واخد بالك؟ فلما علموا إن هو في البادية في الصحراء قلبهم جمد زي ما بيقولوا، حاولوا ان هم يهجموا فعلا، دخلوا وسابوا النساء والى اخره. ولكن يذهب شداد ابا عنترة اللي هو يعني ما شهدش ببنوته، ويذهب مالك عمه الى الباديه ويترجوا او زي ما بيبوسوا الايادي كده في عنترة ان هو يذهب معهم عشان ايه؟ عشان يذهب لحريه بلدته اللي هي بني عبس. تخيل ساعتها طبعا ايه؟ ان هو رايحين في عز ما هم مش راضيين يقولوا ان ده ابنهم، ومع ذلك برضه بما انهم قومه يقول ايه يا جماعه؟ يقول سكت فغر اعدائي السكوت، وظنوني لاهلي قد نسيت، وكيف انام عن سادات قوم انا في فضل نعمتهم ربيت، وان دارت بهم خيل الاعادي ونادوني اجبت متى دعيت، بسيف حده يسجل منايا ورمح صدره الحتف المميت، خلقت من الحديد أشد قلبا وقد بلي الحديد وما بليت، وفي الحرب العواني ولدت طفلا ومن لبن المعامع قد سقيت، ولي بيت على فلك الثريا تخر لعظم هيبته البيوت. أنا حاولت أقول في أول المقدمة دي عن عنترة بن شداد عشان إحنا النهاردة معانا عنترة بن شداد، بس مش في العصر الجاهلي، في العصر الحديث الإسلامي. هو المقاتل واللي ساهم بقدر كبير جدا واشتهر بقطع أصابع اليهود في حرب 1973
اكتوبر المجيده هو عمي حسن حجاج. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك النهارده. ومعانا الصديق والزميل الشاعر الجميل الاستاذ اشرف حسين السيد. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا مطرب جميل جدا النهارده الاستاذ ياسر محمد اللي هيبدع النهارده ان شاء الله ربنا. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا الطفل الجميل الاستاذ محمد عاطف. اهلا وسهلا بيك. معانا الخصاص الاستاذ محمد عبد المجيد. اهلا وسهلا بحضرتك. والشاعره الجميله عضو مجلس اداره نادي ادب المنيره بن بابا الاستاذه الشاعره هدى عبد المجيد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. عايزين نبدا النهارده ونبدا بقى بالاستاذه هدى عبد المجيد عضو مجلس اداره نادي ادب المنيره بن بابا. محضره لنا ايه النهارده يا استاذه هدى؟ محضر على 25 يناير. ايوه صوتنا بقى. افتح ورقك، امسك قلمك، وسجل على السطور. شباب 25 يناير بكل عزيمة وهمة فلقوا الصخور. في وسط ميدان التحرير فكوا حصار الأسير وكشفوا المستور. فردوا جناح الأمل فاتحين إيديهم للعمل وأصروا على التغيير. بكل شهامة وكسور علوا بنى وهدوا قصور. فتحوا بيبان القفص للص المفترس وطيروا العصفور. طيروا العصفور. جميل يا استاذه هدى. جميل يا استاذه هدى. الاستاذ محمد عبد المجيد اكيد الايام اللي فاتت طبعا انت طول عمرك مبدع واحنا اصدقاء وعارفين بعض من زمان. طول عمرك مبدع ودايما بتجيب الجديد بس اكيد طبعا الايام اللي فاتت دي ولدت عندك افكار جديده وكان في الجديد ان شاء الله ربنا عند حضرتك الاستاذ محمد عبد المجيد. نتعرف على الجديد عند حضرتك. انا اقول لك اخر حاجه اسمها هويه قايله للسكوت. هويه قصه قصيره اسمها هويه قايله للسكوت. هويه قايله للسكوت. قايله للسكوت. جنسيه يعني قايله للتغيير. ايوه. بتقول في يوم عيد ميلادي قررت انا واصدقائي ان نحتفل به بين احضان حضاراتنا القديمه. على باب هذا المكان الذي تنبعث منه رائحه عبق التاريخ أوقفتنا أجهزة الأمن المعنية بحراسة هذا المكان. قال لنا قائد الحرس: من أنتم وماذا تريدون؟ قمت أنا بصفة الشخص المحتفل به بالرد على هذا الشخص. جئنا لنحتفل بين أحضان الأهرامات. قال لنا بعنجهية واستكبار قد تعودنا عليها من هذه الشريحة: هذا اليوم غير مخصص للمصريين ولكنه مخصص للأجانب فقط. حاولت أن أتملقه بأساليب عديدة ولكن دون جدوى، فقررنا في النهاية أن ننصرف جميعا راغبين في أنفسنا أن تبدل هويتنا بهوية أخرى. جميل جميل. هو طبعا في حاجه جميله طبعا الاستاذ محمد لعل حضراتكم خدتوا بالكم من القصه القصيره ان هو طبعا احنا حتى هو حصل معايا حقيقي فعلا ان كان الواحد يروح حتى عند الاهرامات كان بالفعل يقول لك ان للسياح فقط لا غير وللعرب والى اخره. وكان فعلا منعت اكثر من مره حقيقي فعلا منعت اكثر من مره من دخول الاهرامات وده اكيد حصل مع حضراتكم برضه. الحاجه الثانيه اللي عجباني في الاستاذ محمد عبد المجيد ان دائما تلاقي من يقول القصه يقراها لكن هو بسم الله ما شاء الله يقولها عن ظهر قلبه. فده شيء جميل فيك يا استاذ محمد. واحنا عايزين نسمع الاستاذ اشرف حسين السيد النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بهنئ الشعب التونسي واقول له كل عام وانتم بخير وكل الامه العربيه بخير. طبعا عشان اقدم حاجه النهارده ما فيش غير ان انا اقول يلا بينا يا شبابنا نبني مصر من جديد. طبعا بنتكلم على شباب مصر عشان يبنوا مصر من اول بدايه. طبعا اللي راح خلاص انتهى امره، فاحنا دلوقتي لازم نكون يد واحده نبني مصر من جديد، لان هنفضل نايمين في ميدان التحرير مفيش حل. لازم كله يبقى يد واحده، جيش مع شعب مع شرطه، يبقى كله يد واحده. هنا نبني مصر، غير كده
مش هننفع، هنفضل نايمين. هل ينفع حالة السكوت؟ لازم ابني خضر الأراضي، ابن مصر، ابن اللي تقدر عليه تعمله، لكن القعدة ملناش فيها. شكرا. طب نسمعك بقى، نسمعك يا شاعرة. النهارده نقول حاجات عاطفية. ماشي مفيش مشكلة. الإبداع في جميع الألوان المختلفة. الله يسلم محمد. عتاب الأحباب. قلبي لما اختارك انت، قلبي لما اختارك انت كنت وردة في مدينتي، خلتيني فتحت بابي، كنت ليكي وانت بعتي. قلبي لما اختارك انت، بعت ليه قلبي اللي حبك، وانت عارفة من زمان، خلتيني احلم ببكرة وانتظر لحظة حنان. مش كفاية، مش كفاية عذاب وحيرة، يم عيون سودة وكحيلة، الغرام ما جاش في بالك ولا فاكرة ان انت حيلة. قلبي لما اختارك انت، الخدود ورد المحبة، والايدين نبع الحنان، ولا فاكرة ان الاحبة كلمة يلا والسلام. خلتيني فتحت بابي، كنت قافله من زمان. قلبي لما اختارك انت. جميل جميل يا أستاذ أشرف، جميل. الأستاذ محمد عاطف، أكيد النهارده أنت محضر لنا حاجة بكرة، ولا إيه أخبارك؟ طيب نستأذنك بس تعلي صوتك. كتبت مرة أفكار، كتبتهم في كتابي وخلصت وقفلت كتابي، وجيت بعد كده فتحت كتابي، كل كلامي المكتوب له معنى تاني، في كل مكتوب كلمة زي أكتب وبكرة بتعيش وفي حياة جديدة. الأفكار في دمعتي. شكرا. طيب هو طبعا شكرا محمد. وبالنسبة طبعا لمحمد، احنا طبعا زي ما قلنا في الندوات السابقة ان احنا طبعا بنحاول ان احنا ما زلنا مهما كبرنا في عالم الادب والشعر، ومهما كان لنا مكانتنا ما زلنا نحبو في عالم الادب والشعر مهما كبرنا. فالعلماء دائما علمونا ان ما زال الانسان يعلم ويتعلم حتى اذا ظن انه قد علم العلم فقد بدأ يجهل. فاحنا عايزين نقول لمحمد ان احنا بدأنا كده، عشان ما حدش من المشاهدين يقول ده محمد ايه ده جايبين واحد مثلا. لا، احنا بدأنا كده، بل يمكن محمد كمان يمكن بادئ بداية قوية. احنا كنا بنكتب كلام متدمر شوية، لكن محمد بادئ بداية قوية. ولكن احنا هنستأذنكم عشان ناخد فاصل، عشان بعد كده معانا مطرب جميل اسمه ياسر محمد، ومعانا مقاتل بارع اسمه حسن حجاج، وهنعرفه ان شاء الله بعد الفاصل. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم مرة تانية. وهو كان في حاجة بس في قبل الفاصل نسينا ننوه عليها، ان ده تقريبا اول لقاء النهارده نستضيف فيه سيدة، لان احنا كان في عمالقة الادب والشعر، فده اول لقاء نستضيف فيه سيدة. فهنستأذنكم بهذه المناسبة برضه ان احنا نسمع مرة تانية حاجة للشاعرة الجميلة هدى عبد المجيد. ستوب. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. وزي ما سمعنا الأدب والشعر، معنا مقاتل بارع النهاردة، واللي قدمناه بقصيدة لعنترة بن شداد، وهو بالفعل عنترة بن شداد الحديث. وأنا مش هتكلم عنه بقى، لكن أنا هسيب عم حسن حجاج يعرفنا بنفسه. اتفضل يا عم حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. جندي مقاتل من حرب أكتوبر 73 ومعركة 25 يناير. الشعارين يعني في حرب أكتوبر 73 شعارنا كان الله أكبر، وكلمة الله أكبر كانت بتنزل على العدو الإسرائيلي زي القنبلة الذرية بالظبط، رغم إن إحنا ما نمتلكش قنبلة ذرية، ولكن بنمتلك كلمة الله أكبر. إحنا كنا في العبور في 73 كانت أرضنا مغتصبينها اليهود،
وحرمنا من قناه السويس، وحرمنا من كل حاجه، وكان نص مصر متاخده بما فيهم سينا، ارض الفيروز اللي التضحيات كان عشانها. وقدرنا والحمد لله بقائد عظيم رحمه الله، كان قائد عظيم اعتز بيه واسمه لن انساه ابدا، القائد فؤاد عزيز غالي، قائد الجيش الثاني الميداني، الوحده 6108 جيم 19، تاني جماعه عبرت اكتوبر 73 من الفردان. وكان القائد العظيم فؤاد عزيز غالي قائد عظيم وكفاءة عالية. ولا ننسى القائد الكفء البطل الحقيقي سعد الدين الشاذلي الذي قاد أعظم البطولات لمصر. سعد الدين الشاذلي قائد الجيش الثاني الميداني وقائد الجيش الثالث في نفس الوقت، والذي حوصر في ثغرة الدفلسوار 73 وسد بالجنود البواسل. وكنا في شهر عظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ونصر كل المسلمين. وأنا أعتز بإخواننا المسيحيين لأن شهيد نيسان وروماني لن أنساه. نيسان من المنيا ضحى بحياته عشان أنا أكون عايش، كان مسيحي وكان بطل من أبطال أكتوبر وعاشوا معانا، والقنبلة كان بتنزل ما تفرقش بين مسلم ومسيحي في حرب 73. وقدرنا بقوة ربنا نقصر عساف يجوري القائد المدرع اللي هو 190 مدرعات بدباباته الباتون أمريكاني وسنتوريون إنجليزي الصنع، وأقوى دبابات كان في ذلك الوقت، ولكن دمرها بقوة ربنا جندي مقاتل المصري العظيم إذا كان مسلم أو مسيحي. وأفتكر إن أنا القائد العظيم فؤاد عزيز غالي كان في 6 دبابات دخلوا الأنطرة شرق، الأنطرة غرب قناة السويس، قدروا يخشوا من الثغرة ويدخلوا إسماعيلية. واختار مننا 16 جندي ليضربوا 6 دبابات دول. فالقائد فؤاد عزيز غالي العظيم، القائد فؤاد عزيز غالي العظيم قال أنا عايز 16 جندي من أكفأ الجنود، واللي يقدر واللي يتطوع إنه يخش ويضرب ال6 دبابات دول في الأنطرة غرب، لأن إحنا شرق قناة السويس سينا ده الشرق، الغرب عندنا هم عدوا، لأن القوات كانت داخلة متلاحمة ببعضيها. وكنت أنا جندي من الجنود، وعاوز لما كلمة أنا تقدمت خطوة وجه القائد العظيم فؤاد عزيز غالي حط إيده على كتفي وقال لي أنت عايز تتطوع وتروح ليه؟ ترجع تاني رغم إن أنت عبرت، عايز ترجع تاني عشان 6 دبابات دول الإسرائيليين للعدو. قلت له أنا من الجنود اللي من سنة 67 وأنا جوايا جندي مقاتل، ونفسي في اللحظة دي إن أنا أتطوع كجندي من داخل الميدان وأرجع تاني غرب قناة السويس عشان ال6 دبابات دول. قال لي طب إيه يعني؟ يقول لي على سبب إنك أنت عايز تتحمس للرجوع تاني ليهم. قلت له أنا ما انساش مدرسة بحر البقر اللي ضربوها الطيارين وفيها أطفال بتدرس في سنة أولى في المدارس وكتب ملطخة بالدم. وما انساش مصنع أبو زعبل، العمال اللي اتقتلوا في مصنع أبو زعبل أنا ما انساش دول، من ضمنهم جوز خالتي كان في المصنع. فربنا نصرنا وقدرنا إن إحنا ندمر ال6 دبابات بما فيهم دبابة كانت جوه جامع، كانت جوه الجامع الدبابة وضربناها جوه الجامع. وقدرنا ربنا يكرمنا، وكان في عز برضه البرد وشهر رمضان والصيام،
وربنا نصرنا. وافتكر برضو في ليله في 17 اكتوبر وكانت القوات دخلت في بعض متلاحمين، يعني ممكن يبقى قدام اسرائيلي ووراه اسرائيلي والمصريين قدام، القوات دخلت بعضيها خلاص، مفيش حد لا يعرف يرجع كده ولا يروح كده، والضرب بقى كله عشوائي زي ما تضرب تضرب. وفي ليله كان جندي اسرائيلي وكان دخل عليا، كان قتال متلاحم، ما حدش يقدر يضرب بالنار، كلنا كنا قريبين من بعض كده. وقدر بالدبشك اللي يضربه، ما رضيش اعمل عمليه تجميل على فكره عشان ده وسام على صدري وصدر اولادي. انا بنتي كريمه بتقول لي انا فخوره بيك يا بابا، وكانت معاه في الميدان، وحسام ابني، وكرم باشمهندس ابني برضه. دي انا ما اعملش عمليه تجميل ابدا، ما اعملش عمليه تجميل لسبب واحد، لان دي الوسام الوحيد اللي انا افتكر فيه ضربه الدبشك ديت، ان ربنا الهمني القوه والشجاعه ان انا ما اضربش واقع على ظهري لورا، لان افتكرت كلمه اتقالت لي في التوجيه المعنوي ان في رقبتي 60 روح من الشيوخ والنساء والاطفال، فاذا قتلت يقتلوا 60 ورايا، فلازم ربنا يقويني ان انا احمل 60 روح زي ما قال لي القائد عام القوات المسلحه كان عبد الغني الجمصي. وقدرت، والتوجيه ده انا فاكره في مرسى مطروح في 1972 لما قال لنا كل جندي في روح متعلق في رقبته 60 روح من الشيوخ والنساء والاطفال، ان قتلت كنتوا 60 معاك، مصر كلها مستنياك يا ابطال. وقدرت ان انا لما خدت الدبشك هنا في عيني، الدبشك البندقيه ادوني كده، قدرت ان انا بالسمكي ما اقعش لورا، وقعت لقدام من قوه الضربه، دخل السمك في بطنه وفتحه الشيز بسن نمله الدبانه، ووقعنا انا وهو لما النهار طلع الصبح وبنزف دم، وهو طبعا هو اتقتل مات. ولما يسري عماره نقيب والشويش سيد عبد العزيز، والسيد عبد العزيز والشويش محمد من النوبه نوبي، قدروا لقوا لسه فيها الروح، نقلوني مصنع الزراير، كان مصنع الزراير ده بياخدوا فيه المصابين، واللي بيعالجني عرفني قال لي انت حسين؟ قلت له انا حسن اخو حسين. حسين برضو كان ماسك اخويا المعابر اللي كانت بتعدينا الناحيه الثانيه، معبر 28 31. فقال لي انت حسين؟ قلت له انا حسن. قال لي مش انت ابن ام صلاح اللي في رود الفرج ساكنين في البدرون؟ قلت له اه. انت مين؟ قال لي انا وهبه. قلت له انت اخوك ميمي؟ قال لي اه. ويوسف قال لي عاملين ايه جوه؟ قلت له الحمد لله متقدمين والحمد لله. قال لي ما تخافش خلاص تعالى. وعملوا لي عيني وحبوا يقعدوني في الليله دي، قلت لهم لا. قال طب استنى الصبح اصلاح الاشاره يوديك لحد الوحده بتاعتك. وفعلا رجعت الوحده تاني وانا مصاب ورفضت. قلت له لو في رجلي ماشي اقعد، لو في دراعي اقعد، انما انا هشوف بعين واحده هشوف. وما سابش زميله في اليوم ده، بكيت على اساس ان انا ارجع تاني. وقدرت ربنا ان ايه يرجعني تاني الوحده في المكان اللي فيه القتيل ده. وانا باين واحد كده رحت قاطع له ايده دي، ورحت قاطع له ايده الشمال، وجيت على السندال بتاع المدفع وبالسمك رحت قاطع ال10 صوابع، ورحت واخدهم في علبه سجاير ورحت حاططهم في الجربنديه مع الجرايه بتاعتي ومع اكلي. وكانت اول اجازه نزلت بيها كانت 72 ساعه، كان محطه القيام سينا ما كانتش مذكوره خالص. واول ما قريتها كده فرحت ان احنا سينا رديناها تاني. ونزلت اجازه. لما نزلت اجازه امي فرحت واخواتي واللي بقوا من الناس يحضروا فيا، وبقيت حاسس ان انا يعني ربنا نصرنا عشان هذا اللحظه. وكنت قاعد على القهوه اخر النهار وبوريهم الصوابع، فواحد على القهوه قاعد راح القسم رود الفرج في 73، وكان ايامها كان ماسك رئيس مباحث اسمه فادي الحبشي، كان رئيس وحده مباحث، كان اسمه فادي الحبشي.
فلما قالوا له قال لي تعالى الصابع دي صابع بني ادمين، انت مجنون عشان نحدف جثه وكده؟ قلت له لا، انا جندي مقاتل وادي التسريح وادي دي صابع يهود وانا نازل من اكتوبر و72 ساعه بس عشان الاهالي تطمن علينا ونرفع روحهم المعنويه ونرجع تاني مكاننا. قال لي طب بعت معايا محفوظ وواحد اسمه جرجس وواحد اسمه وديع، بعتهم معايا البيت مباحث. لبست وخدت الشده بتاعتي، واول ما دخلت عليه المكتب وانا شادد الشده بتاعتي وكوستي وكل حاجه والسلاح بتاعي والخزنتين، راح قايم الظابط من على المكتب وراح معظمه وراح مسلم عليا وقال لي اتفضل اتفضل. قعدت قال لي انا مش هطول عليك، انا هطلب منك تديني صباع هديه. قلت له اعز صباع في الصوابع اللي انا جايبه من 10 السبابه، لان كان ماتني، لان اليهود رغم ذلك، معلش انا هقول الكلمه دي لان انا عارف اليهود دول ماتوا ابطال ما جريوش، ميت وصباع واخد وضع ضرب، فاديته له. قلت له ده احسن، يعني اعز ان ده لو قدر ان لو مسافه قريبه كان ضرب. قال ماشي وبتاع وكده ومشيت. رحت معرض الغنايم اللي هو دلوقتي الاوبرا اللي هي عند النادي الاهلي، دي كانت معرض الغنايم بتاعتهم. قدرنا ان احنا اثرنا 18 دبابه سليمه وخدناها ورحنا المعرض وقدرنا ان ربنا ينصرنا في 73. انما احنا خدنا ارضنا سلمناها لمين؟ سلمنا ارضنا لمين؟ الارض الطيبه، الشعب الاصيل المصري، شعب مصري الاصيل، سلمناها لمين؟ احنا قدمنا ارواحنا فدا مصر، فدا بلدنا تتقدم ونبقى احسن بلد في العالم. المسافه من 73 ل 25 يناير 38 سنه. ال 38 سنه عمر تاني، يعني الشاب اللي عنده 38 سنه دلوقتي كان لسه جاي الدنيا، وكنا احنا مش انا، احنا الجنود الابطال والساده الضباط الاكفاء مسلمين ومسيحيين. وانا في اول كلامي قلت القائد العظيم فؤاد عزيز غالي قائد الجيش الثاني في الفردان اسماعيليه، معبر 28 و31 المعبرين اللي عدينا منهم. فبالنسبه للثوره، انا لما قامت الثوره انا قلت في اول كلامي برضو ان الله اكبر. انا هقول لكم حاجه، احنا ما نمتلكش قنبله ذريه، ما نمتلكش قنبله ذريه، الذريه دي ما عندناش. انما موشا ديان انا شفت له حديث في شهر 8 73 قبل العبور بشهرين، وجولدا مائير بيقولوا له وهو بكل غرور موشا ديان وجولدا مائير قاعدين جنب بعض بيقولوا له يعني مصر ما تقدرش تسترد سينا تاني. قال لهم ابدا، انا حاطط خط بارليف المنيع وسد ترابي وحاطط تحت الارض مواسير لو فتحتها اسلق السمك في الميه، وزارع لكل عسكري بيجي لي تمام باسمهم لغم على التراب، السد التراب المنيع ما يقدروش يعدوا. قالوا لي يعني ما يعدوش خالص؟ قالوا يعدوا الا اذا ضربوني بقنبله ذريه، ومصر ما عندهاش ولا تمتلك قنبله ذريه. انما احنا ضربناهم ب 80,000 قنبله ذريه، 80,000 قنبله ذريه، 40,000 الجيش الثاني و40,000 الجيش الثالث. كلمه الله اكبر كانت بتنزل على قلوبهم اقوى من القنبله الذريه. انا شفت 6 طن، البرج بتاع الدبابه بالمدفع ده 6 طن لوحده، ده كان بيتشال لو حدفت كرة كده زي اللي بيلعبوا كرة في الملعب توصل للنص، ده بقى يطير لوحده. في ملائكة كانت معانا بتدمر الأسلحة بتاعتهم، ملائكة على الأرض، ما احنا جنود الله على الأرض. المصر أفخر جنود العالم وأحسن جنود العالم وأكثر جنود العالم. قدرنا إن احنا كذلك احنا قلنا كان معانا سلاح وضربنا اليهود. المسافة ال 38 سنة اللي من حرب أكتوبر ثورة 25 يناير مسافة مش قليلة، مسافة كبيرة. فهنا حضرتك في حرب أكتوبر
لو أعيش معاك باقي الحياة وفي حضنك عمري أكمله، أهو ده اللي أنا عشت بتمناه وأكتر من اللي أتخيله. لو أعيش معاك باقي الحياة وفي حضنك عمري أكمله، أهو ده اللي أنا عشت بتمناه وأكتر من اللي أتخيله. شايفاك بعينيا ومن حياتي خدتني، لمساك بإيديا وغصب عني وحشتني. شايفاك بعينيا ومن حياتي خدتني، لمساك بإيديا وغصب عني وحشتني. مبقاش في غيرك في الحياة بيهمني يا هقول على اللي انا حاساه، احساس جديد انا بعرفه. لا في كلام بيتوه ويضيع معناه يا حبيبي لما بنوصفه. انا مش هقول على اللي انا حاساه، إحساس جديد أنا بعرفه. لا لا في كلام بيتوه ويضيع معناه يا حبيبي لما بنوصفه. نتكلم اللي ولينا نضيع وقتنا، ده وانا حبيبي حاجة أكبر مننا. نتكلم أكبر مننا، وأنا لو هقول محتاج أعيش مليون سنة. في ايه في الدنيا يعوضه؟ يعيش دايما قلبي فواه، يمكن حاجة هتبعده. لو أعيش معاك باقي الحياة وفي حضنك عمري أكمله،
أنا عشت بتمناه وأكتر من اللي أتخيله. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. معلش سامحونا على الفاصل اللي خدناه ده، ان اتقطع حديث الاستاذ حسن وقتي، بس هو كان ضروري ان يتقطع الصراحه وقتي لسبب واحد مش لحاجه. انتوا تلاحظوا ان انا كنت متقدم بجسمي، فجاه رحت راجع وساند ظهري، لان انا الصراحه شيء جميل جدا. ما قدرتش اوقف عم حسن نهائيا، لان كلامه كله اهم من بعضه واجمل من بعضه. راجل بيتكلم بتواريخه وباسماء وبدلائل معاه. و يعني احنا كمان حاجه ثانيه كمان، ان الحضور جميعا الاصدقاء والاستاذ المخرج والاستاذ مسؤول التصوير والاستاذ محمد كريماني، طلبنا كلنا منه ان يا ريت بقى ما يحرقناش الحلقه كلها والكلام الجميل ده، لان في عندنا برنامج تاني اخر بعنوان كشف حساب بيتم تسجيله اسبوعيا. فاحنا حاولنا ان شاء الله ربنا ان يا ريت الكلام الطيب ده كله هيتم استكماله في حلقه او حلقتين متكاملتين للحديث عن حرب اكتوبر المجيده والكلام الطيب. وانا مش قادر اقول لكم ابطال اكتوبر غير رباعيه كان قالها احمد فؤاد نجم ابو النجوم، قال: حبايبنا حبايبنا وحشتونا، حبايبنا فين وحشتونا، انتوا في الغربه جوه في قلوبنا، واحنا في الغربه في الهوى دبنا، مهما فرقونا ولا بعدونا يا حبايبنا. ونستاذنكم نرجع تاني، ولكن مش هنتكلم بقى عن تكمله لحرب اكتوبر، لان زي ما نوهنا هيكون في برنامج كشف حساب، وطبعا الايميل بيكون موجود على الشاشه قدام حضراتكم، اللي ان شاء الله ربنا هتقراوه. يا ريت تكونوا معانا في البرامج الثلاثه، لان طبعا جريده ثوره مصر بتهتم باخراج 3 برامج. البرنامج اللي هو الاول اسرار من الطبيعه، وبيكون فيه متواجد خبير الاعشاب او خبير الطب البديل الاستاذ محمد ربيع، وبرنامج كشف حسابه بيكون متواجد معنا الاستاذ ياسر كمال والاستاذ مصطفى محمد، ونادي ادب ثوره مصر اللي احنا متواجدين في حاليا. ولكن عايز ارجع مره ثانيه لعم حسن، وعايزين بقى يعني احنا اتكلمنا عن حرب اكتوبر، عايزين نتكلم عن هو طبعا عم حسن تم استدعائه في حربين. تم استدعائه سنه 70 في اللي منها انطلقت شرارة حرب اكتوبر، وفوجئ ان هو عنده 61 سنه تم استدعائه مره اخرى من الجيش المصري. قالوا ان شاء الله تعالى باذن الله ربنا انت عندك حرب يطلق عليها حرب 25 يناير. فلقيناه في ميدان التحرير من اوائل من كانوا مشاركين في الحرب الجديده 25 يناير. واحنا بنعرض لحضراتكم صوره الجندي مجند حسن حجاج في حرب 73. ولكن وفي برضو بعد اذن حضراتكم قبل ما نتكلم عن الثوره، هو هيتم عرض بعض الصور الاخرى اللي في ميدان التحرير، داخل ميدان التحرير، ولكن ده اثناء حديث الاستاذ حسن وكلمنا عن ثوره 25 يناير. الاستاذ حسن الصوره ديت 23 سنه كان عمري. دي البطوله الحقيقيه، لاننا حررنا ارضنا من العدوان الغاصب الاسرائيلي. تمام. وهقول اختم بان ارضنا طيبه، وارض الفيروز سينا ومصر كلها ارض طيبه. وما ننساش ثوره تونس العظيمه، الثوره التي صححت العرب كلها ونيمت حكامها، ثوره محمد بوعزيزيه الذي كان موجودا في ميدان يبيع مشروبات، زي واحد بيبيع تمر هندي في ميدان مثلا العتبه، وجت البلديه تاخده، قال لهم انا عندي 4 بنات امهم في البيت، خدوا العربيه خدوها عشان انا اللي مضايقكم، وادي الجاز هولع في نفسي واكلوهم انتوا، ولادي اكلوهم انتوا. قامت ثوره تونس من محمد بوعزيزيه، قال الكل يقبل ايديه، اللي ضايقت البنزين دي ده في الجنه عند ربنا، لان الجنه هي بلادنا وجهنم هي حدودنا، اللي يخطيها راح يهلك فيها ويشوف الموت على ايدنا. اليوم ده بعده مفيش غير مجد وعزه وحريه. لو متنا ولادنا تعيش وتعيش للاجيال الجايه، وتعيش وتشوف دنيا جديده، ونعيش ونشوف مصر سعيده، والجنه هي بلادنا.
اخر ما كنت اتخيل واتحدث عنه بقى ان الاستاذ حسن يكون ايضا شاعر ومبدع. وبهذه المناسبه احنا معانا الاستاذ ياسر محمد، راجل مطرب، واكيد احنا عايزين نهدج الاجواء شويه ونسمع الاستاذ ياسر كده ان شاء الله في حاجه طيبه ليه. اتفضل. طب هنقول حاجه بس الصوت بقى بعد اذن حضرتك. حاجه مثلا عن اللي هو قاله. ايوه. هنقول مثلا بقى ايه؟ ما تصدقوش ان الوحوش ممكن في يوم يبقوا بشر، دول عالجراح ما يتوصوش والظلم بينهم انتشر. ليه الخيانة في شرعهم شيء والله عادي عندهم، عايشين يخونوا كأنهم في الغدر والله ما بيشبعوش، عايشين يخونوا كأنهم في الغدر والله ما بيشبعوش. لا عندهم غالي ولا كشف العذاب يقوم اتملا، ولا في قلوب اللي بيدوه يجرحوا، والغالي تامنوا رخصوا. دول خلق دول عاملين ملايكة وهم أكبر شياطين، عاملين ملايكة وهم أصلا شياطين. ما تصدقوش. جميل. دي حاجة جميلة يا أستاذ ياسر، جميلة يا أستاذ ياسر. وبالمناسبة بما إن اتكلمنا عن بعض الناس اللي اختلت بلادها، وبعض الناس اللي اختلت حرية كل إنسان فينا وسلبت حريته بغير إرادة منه وغصب عنه، خلت ما عندوش حاجة اسمها حرية، أو الحرية بقت أصبحت كانت متواجدة بس اسما فقط، ولكن فعليا كانت الحرية مسلوبة مننا، ويا ريت بإرادتنا ده غصب عننا كمان. كنت قلت قصيدة تحت عنوان عايز إيه؟ بقول فيها عايز إيه؟ عايز إيه؟ عايز فرقة، عايز أم تبكي بحرقة، عايز شعب شتات ممنوع يتلم مليان بالهم، متفرق أشلاء حوالينا غرقان بالدم. يعني خلاص من قلة ما كفاية تزيد في الهم، عمال بتقطع جتتنا مزقت الشوق اللي في بيتنا خليتها حريقة، شتت العالم حوالينا كتفت ايدينا ورجلينا. عايز ايه؟ رد، قول، ريحنا وقول لنا عايز ايه؟ عايز اجسامنا جثث حواليك مرمية تملي منها عينيك؟ عايز اطفال مولودة يتامى؟ طب ما حصل ياما. عايز ايه؟ افكار تدمير ودمار ما تعدي دقيقة الا بنار. يا ابن يا ما نفسي اطفي النار في عينيه، يا ما نفسي اشحت في اهله عليه، يا ما نفسي اقول له دوق السنين والناس تعانيه. دوق يا ما دقنا وشربنا اهات المر كاسات، وعذاب الوان لقيناه في بيوتنا. اطفال بتموت وحريم من كتر الخوف بتزوم، ورجال بتعاني من فينا التاني من راح يتصفى برصاص الجاني. قاتل احلامي راسم اوهامي، وفي كل مكان وفي كل زمان مطرح ما اروح القاه قدامي. يا اناني، ولا عمرك حبيت غير نفسك، ولا عمرك تتحب يا جاني. مليان قذرات وضميرك مات، ده لانك من عالم تاني، ده لانك من عالم تاني. ومن هذه القصيدة نستأذنكم في تقريبا مداخلة كان ما بين الأستاذ محمد عبد المجيد، كان عايز يقول حاجة. اتفضل يا أستاذ محمد. أنا عايز أسأل عم حسن سؤالين. السؤال الأول، يعني شعور حضرتك كان إيه لما استقبلت قرار العبور؟ ده حاجة. السؤال الثاني، طبعا كلنا أولادك، سيدنا علي بن أبي طالب قال إيه؟ رحم الله رجلا أهدى لي عيوبي. من أخلاق المحارب عدم التمثيل بالجثث، وحضرتك نوهت قلت إن اليهود أبطال ما هربوش. طيب بما إنهم أبطال وما هربوش، بناء على إيه حضرتك مثلت بجثة الجندي الإسرائيلي وقطعت إيدي؟ أقول لحضرتك. أنت تجاوب السؤال الأول؟ أجاوب على سؤال حضرتك. أنا اللي خلاني رجعت تاني، يعني قعد 24 ساعة الجثة في الأرض على الرمل،
تخيلي في المنظر اللي قابلني بيه انه لسه حي وهيرجع تاني لاسرائيل يتعالج زي ما انت عالجت ورجعت، انه هيرجع تاني. فكرت بجنون ان انا اقطع صوابعه اللي مسكت الدمشق وعايزه تقتحم مصر كلها مش بس عيني. فانا اتاكدت لو عايش وروح مش هيقدر يشيل سلاح تاني. عايز اتاكد لما عنتر بن شداد لما خد اسيره 3 مرات ويسيبه بقى يجيله في الاخر عماه وما عرفش في الاخر يضربه بعد ما قعد سنين يتمرن على الركن ما عرفش يسيبه. لما عنتر قال له ها يا رامي الرمح ما اخطأت، خرمت جربتنا وبددت ميتنا، فعدوه قد جت في القلبه طق مات. ولكن هي صابت عنتر، ولكن قال له يا شيبوب روح شوف مين. قال له ده سبع بقى اللي ضربك اللي انت عاملها. استهلاك بقى لقرار في حاجه ثانيه سؤال حضرتك بقى لقرار العبور يعني كان ايه؟ قرار العبور بالنسبه لينا للجنوب كلها والمصر كلها. مصر ايام العبور لما خدنا القرار وهنعدي الجنود والقاده وصف ضباط خدوه واحد، القرار جه لواحد بس، مفيش لواء وفي ضابط واحد، والقرار خدوه الشعب قبل الجيش. ما كانش في العبور لما خدنا القرار ما كانش في حرامي، ما كانش حد بيسرق، ما كانش حد بيشتم، ما كانش حد في الشارع بيعمل عصر، كلنا كنا في اتجاه العدو وربنا نصرنا عليه. ما كانش في حد في مصر من الشعب قبل الجنود اللي بيحاربوا على الجبهه الا وضميره كان نضيف في اللحظه اللي ربنا نصرنا فيها دي. ده قرار للكل مش للجنود، ده قرار خدوه الشعب قبل الجيش ان ينضفوا عشان مصر لما تنضف يبقى نطفت صح لحد ما وصلنا ل 25 يناير. وانا اشكر الشباب اللي قدر يعمل اللي احنا ما عملناهوش في ال 38 سنه رغم ان ربنا نصرنا على اقوى عدو هو الصهيوني. ولكن كنت انت البدايه يا عم حسن، انت والابطال كلهم كنت انت البدايه الصراحه. وعايزين نسمع الاستاذه هدى، انت اشهرت سلاحك من بدري ومستنيه انك تحط الرمح بتاعك بقى. اتفضل يا استاذه هدى. 25 يناير حي على الفلاح، الهمة والإصلاح. عشان المقابل ايوه مع الكاميرا ايوه. حي على الفلاح، الهمة والإصلاح، زينة شباب العالم راكبين الرياح، عدوا خطوط الخطر تحت السيول والمطر وعوضوا اللي راح. حي على الفلاح، حي على الفلاح، ارفعوا الراية كملوا الغاية، خضروا بور الأراضي تطرح أمل مش عادي، مع كل ليلة فجر ومع كل فجر صباح. حي على الفلاح، الهمة والإصلاح، زينة شباب العالم راكبين الرياح. الله الله عليك يا استاذه هدى. الاستاذه هدى فكرتني كان لما حصلت الثوره طبعا ونجحت الحمد لله وتم التنحي، كان في مجموعه كده من الناس الامامير منهم ابو سنان مفلقه الحاج يوسف بطرس غالي. فطبعا كنت مستغرب جدا واقسم لكم بالله من قبل الثوره وكتاباتي موجوده في اكثر من جريده. دايما عمري مش عشان احنا قمنا زي الثوره لمؤاخذه بنغير كلامنا، لا اقسم لكم بالله العلي العظيم يا جماعه والجمال المشاهدين ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الانسان ان فعلا كلامي عمر الانسان ما غير كلامه من قبل الثوره لحتى الان. كلامنا ان احنا طول عمرنا مظلومين، قصايدنا كلها طول عمرنا ان احنا مظلومين. ويمكن صدر اكثر من ديوان من وزاره الثقافه واشتركت، والاستاذه هدى عبد المجيد كانت معانا والاستاذ اشرف حسين، وصدر لنا قصايد كانت من ضمنها كفايه حرام ومن ضمنها قصايد ضد النظام القديم. الكلام ده سنه 2005 ساعه الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت. لكن احنا مش زي غيرنا. يوسف بطرس انا استعجبت يا جماعه لما كان يعني قلت سبحان الله كان وزير الماليه المصري كان يوسف بن يعقوب على نبينا عليهما الصلاه والسلام. من يوسف بن يعقوب يوسف بن بطرس غالي دي المصيبه. فهو طبعا ده حتى كان قرب يمنع عننا العلاج يا جماعه، العلاج كان قرب على نفقه الدوله قرب يمنعه، الضرايب وغيره وغيره، هو والحاج احمد عز وغيره وغيره بوظوا الدنيا. فالناس دي لما هربت وطلعوا بره المجموعه اللي هربت ومنها يوسف بطرس غالي ده
عليه من الله عز وجل ما يستحق بقى. قلت تحت عنوان صرخ التمثال، بما ان كان في ناس كتيرة، مش كلنا، كان في ناس كتيرة تماثيل واصبح التمثال يتكلم، وده من عجائب الزمن. يعني كان في عجائب الدنيا السبعة، فدي رقم 8 في العجائب. فقلت تحت عنوان صرخ التمثال ما تهربوش، ما تهربوش، وان هربتم راح نجيبكم، ما انتوا اصلا ما تساووش. ما تهربوش يا اللي مصيتهم دمانا، عشتوا احلى سنين عدانا، ما انتوا اصل اسمه النتانة. ما تهربوش وان هربتم راح نجيبكم، ما تهربوش وان هربتم راح نجيبكم، ما انتوا اصلا ما تساووش. ما تهربوش يا اللي مصيتم دمانا، عشتوا احلى سنين عدانا، ما انتوا اصل اسمه النتانة. تهربوا ما تهربوش راح نجيبكم ونحاسبكم، راح نطالبكم حقوقنا يا اللي كلتم كل قوتنا. يا بلدنا بعتب عليكي ما انتي بلدي، حب ليكي مش اقل من ولدي. عشنا العمر سنين عجاف، كبير ما بينا اصبح يخاف. يا بلدنا شفنا الذل فيكي متنا، شفنا الحزن فيكي متنا، شفنا الفرح فيكي مدفوع ضريبته سكوتنا. موتوا الاماني فينا، سرقوا الفرح اللي في عينينا، حولونا لعبء اتاري متبرمجين رغم اللي فينا. خلونا زي تمثال المزار، مثل محتويات بازار. خلونا نمشي كما الكفيف، ممنوع نشوف غير اللي مسموح بيه. يلي حولتوا الاماني عندنا لهموم. طب ليه كنت بحلم لما ابن بلدي بيعتبرني زبون؟ وليه بتمنى لما الاماني بقت في بلدي حرام؟ وليه بصحى القى حقيقة اوهام؟ يا مغسلين حلمي من قبل ما يتولد، ومحضرين لي الكفن وانا لسه في المهد، متربصين لي من قبل حتى الختان يمس ختانه. وده مش حرام؟ يجرالي فيكي كل ده مش حرام؟ وانا اللي من ارضك اكلت، وانا اللي من نيلك شربت، وانا اللي فيك طفحت الدم والكوته. ارجوكي ما تزعليش مني ان ما فضفضتش معاكي، راح اشكي لمين همي، ومين راح احكي له حكاياتي، ومين احكي له اوجاعي؟ غيرك يا سايره في دمي، غيرك يا سايره في دمي. وعايزين نسمع اخونا الشاعر الجميل الاستاذ اشرف حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ردا على كلام الاستاذ العظيم طبعا في نصر اكتوبر، طبعا اللي بيسمع كده بيشد كل المستمعين، لان احنا عشنا التجربه. يعني داخل مصر طبعا حضرتك كان على الحدود، يعني كنا عايشين في التجربه. فردنا على كلامه، فبقول له قصيده بعنوان حب الوطن. حب الوطن نقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا وطن. أنت مصري؟ أيوة مصري، يلا نادي بالكفاح. يومها قابلنا التحدي وإحنا شايلين السلاح. كل خطوة مشيت عليها رجعتها بالانتصار. يوم ما عديت القنال حلفت ما يرتاح لي بال. حتى ولو أموت شهيد هجيب لها طابة أكيد في حضنها. الله أكبر، الله أكبر يا وطن. أنت مصري؟ أيوة مصري، يلا نادي بالكفاح. يومها قابلنا التحدي وإحنا شايلين السلاح. شوفوا الجيوش زي الوحوش المحبوسين، لما اتفتح ليها البيبان في الجو طارت النسور. عدوا البحور فتحوا الجسور للي مرق. الله أكبر في سمانا، الله أكبر كان معانا. الله أكبر ما ندهنا في الخلا. الله أكبر يا جيوش، الله أكبر يا وحوش ضحيتوا من أجل الوطن. الله أكبر، الله أكبر يا وطن. أنت مصري؟ أيوة مصري، يلا نادي بالكفاح. الله يا أستاذ أشرف. الله. الأستاذ ياسر أكيد لك رد بقى، حاجة تسمعها لنا إن شاء الله. أكيد طبعا. اتفضل. طب احنا مثلا ايه ممكن مثلا نقول ايه؟ مثلا الشرقية زي الناس مثلا اللي هي بدل لابسة بدل، فاهم قصدي؟ بس بيمصوا في دم الغلابة. لابسين بدل بس بيمصوا في دم الغلابة. فاحنا مثلا نقول مثلا ده ايه؟ هنقول ايه مثلا عيني على أهل كريم.
عيني على أهل كايرو، لبط ابنها من يسايرو، ده الكل عامل مثالي، نازلين في بعض يعايرو، يا ما البدل بالداري سلطة ومحدش داري، هنا حرامي قالوا عصامي، عامل لي فيها للشرف محامي، هنا فلاتي قال شعراتي، وبالليل هات نفس يا سامي، كان اللي يخبط على راسه بطحة، بقى النهارده يا عينه يا جبايره، عيني ليلي على أهلك غيره. جميل يا أستاذ محمد. حزين حزين يا بلد علي بيجرى فيكي، الواد اللي انولد عمال بياكل فيكي، حزين 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 يا بلد. الأستاذ محمد عبد المجيد، أنت قلت لنا قصة وسكت، الجديد. اولا معلش برضه علق على كلمه قالها الحاج حسن، ان احنا تاثرنا انت جاي النهارده متعمد عم حسن ولا؟ هي فكره تعم كتير من الناس، يعني هي ان احنا تاثرنا بالثوره التونسيه. ايوه. لا احنا ما تاثرناش بالثوره التونسيه ولا حاجه. أيوة. بل بالعكس، ده هنا يعني من سنين طويله وكل الابواق بتقول ان يا اخوانا هتحصل حاجه في البلد دي. ممكن يكون احنا، بس ده مش عيب ان يعني احنا شفنا مثلا اخويا متحمس بتحمس لتحمسه او احنا ما تاثرناش بالثوره التونسيه، والدليل على كده ان احنا الدوله الوحيده في الثورات اللي قامت اللي بتحاكم رئيسها. ايوه. يعني تونس النهارده رئيسها عمال بيتنعم بره، ويعني 60 مليون جنيه غرامه و30 سنه سجن او اكتر او اقل. المهم ان الراجل بيتنعم. ليبيا قتلت رئيسها، ايه ده؟ مفيش وعي ثقافي عند كتير من الناس، رغم ان تونس تفوقنا من الناحيه الثقافيه بمراحل كتيره. انما احنا الدوله الوحيده اللي قامت فيها ثوره وبتحاكم بناء على الثوره دي رئيسها. فعموما انا هقول ثورتنا جريت. تخيل شموع البريطانيين كانوا عايزين يقوموا ضد بريطانيا وبتاع بعض الدول الاوروبيه. داروها هي. فانا هقول قصه اسمها الجلوس على حافه النهر. ايوه. جلست منذ مطلع الفجر على حافه النهر، اتامل الماضي الصحيح، انظر الى السماء ارى سربا من الطيور يحملق فوق سماء النهر، يقوم بتشكيل لوحة فنية جميلة تعجز القدرة البشرية على رسمها. فجأة يجلس على يميني رجل كهل تجاوز عمره 70 سنة، أخرج من حقيبته أريكته فجلس عليها، وأخرج من حقيبة أخرى سنارة وأصبح يمارس مهنة الصياد. أهوي بعيناي إلى سطح النهر، أرى رجلا يفك بساعديه طلاسم الشباك جالسا على مركب صغير، وبجواره امرأة نحيفة الجسد تجدف بيديها مجاديف المركب وتمر بها بطول النهر. وعلى شمالي يأتي رجل آخر تجاوز عمره 40 سنة، ظننت أنه صياد آخر مثل رواد هذا المكان، ولكنه خيب آمالي. أخرج من حقيبته لوحة بيضاء وريشة بطول ذراعيه، وأصبح يشكل لوحة فنية تضاف إلى لوحة الطير والشيخ الكهل والصياد. ظننت بأن لكل إنسان هدف يسعى إليه، إلا أنا هممت واقفا ثم انصرفت أبحث لي عن شيء ما. جميل يا أستاذ محمد. ونقول منك لله، بس ده اسم القصيدة. نقول منك لله وناخد القاسم ونقول يا منك لله. يا خليت الناس من كتر الجوع تشتكي للناس، خليت الطفل يقول وكأنه وحيد وكأنه مريض وكأنه خلاص أصبح مسؤول عن بيت وعيال. يا وليد يا وليد، الساعة
ده انت خلاص اصبحت اسير، مسؤول عن نفسك وكمان مسؤول على الغير، وده طبعا غصب عنك يا ابني، وده طبعا غصب عنك يا ابني. ما انت خلاص اصبحت اسير، بكره وبعده تخوض في دراستك وتمر سنين العمر معاك، ومعاك كراستك تحصد شهادات، وهناك هتكون جنب الاحياء او تبقى تكون بين الملايين، بين الاموات. ما هم الاكتر بتعدي سنين العمر عليهم، والاف بتروح، والصوت بيبوح، والقلب ينوح، والعين من كتر الجرح بتبكي. يا وليد، منك لله. ونلتقي بعد الفاصل ان شاء الله. نفسي يا مصر نكون حالفين جميعا، حالفين بألف نهار وبعزمنا الجبار، وبكل نصر جديد هنطفي شعلة نار، ونكمل المشوار ونخلي ليلنا نهار، ونكمل المشوار. نفسي يا مصر أصرخ صرخة نصر بحق، أصرخ صرخة تهز كيان الظلم الفاسد. نفسي أصرخ صرخة وأقول لثورة 25 يناير في عيدها الأول، أقول قايم نايم في التحرير، والأسفلت عملته سرير. كنت بقول الحل مبارك، دلوقتي بقول للمجلس العسكري ارحل يا مشير، لأن لحد الآن عام بحاله مفيش تغيير، واللي ماتوا واللي اتصابوا واللي راحوا ولادي وأحفادي. نفسي يا مصر يرجع دم اللي راح، وتنفذوا اللي في قلوب كل أم شهيد منتظرة القرار اللي كلكم عارفينه، ومحدش قادر ينطقوا ولا يقولوا. بمناسبة أنا هقول كلمة، معركة الجمل موقعة 2 فبراير الأربع الدامي، أنا كان راحت عيني، ولكن ربنا أراد إن تروح عين النضارة في موقعة الجمل. أنا بعترف بيها زي ما احتفظت بالإصابة دي احتفظت بالنضارة دي، لكن أنا كانت قلعت عينيا الاتنين، وعينين أحمد حرارة وعينين خالد. أنا مش عايز حاجة من الدنيا. الشباب اللي راح، شباب الزهور، الشباب اللي عينيهم راحت، والشهداء. أنا بقول لكل أم اصبري يا أمي، اصبري يا أختي، دول ولادي وأنا جدهم، ودول أحفادي. ونفسي يا مصر الكلمة تتقال من قلب شجاع وينفذ اللي احنا عايزينه كلنا، واللي الشهداء في الجنة منتظرينه. نفسي يا مصر أعيش حرية وعدالة اجتماعية. نفسي يا مصر أقولها من قلبي وأحسها، ولكن جاية. وثورة 25 يناير امتداد لشهداء أكتوبر. ثورة 25 يناير شباب مصر العظيم. أنا هقول اللي شفته. عم إبراهيم 63 سنة في غزوة الجمل، معركة الجمل، لما جم من عند عبد المنعم رياض. الراجل عنده 62 سنة جات له الخامة قطعت شرايين إيديه. قلنا له ارجع لورا يا حاج، ارجع. والشباب قلع قميص وربطوه له بإيده. الراجل الكمين مدلدلين، يعمل إيه؟ جه عند السور بتاع المتحف، السور الأخضر الحديد، وفي الأول عند تمثال عبد المنعم رياض، وربط إيديه وقال لهم أنا ربطت إيدي في الحديد، يجوا يموتوني ولا ارجعش واسيب الميدان جزء مني. ده عم ابراهيم اكتر من 63 سنه. ومنظر تاني شفته بعيني على الارض، عاجز، رجليه مشلوله، معاه عكازين، واحنا ما معناش الا ربنا. رفع العكاز قالوا خدوا، ما معناش حاجه. ضربوا علينا نار، ضربوا علينا قناصين، قنابل مثيره للدموع، عربيات مصفحه، جميع وسائل المعدات استعملوها مع ميدان التحرير. ما ضربوش عليهم في الميدان طلقه، ولكن ربنا نصرهم. الشاب طلع العكاز وقال خدوا العكاكيز، صدوا، خدوا العكازين دول اضربوا بيهم
اللي جايين ومأجورين ب6 مليون جنيه مصري، راكبين حصنة وراكبين جمال وجايين جايين من نزلة السمان، وغايبهم كل اللي كانوا معروفين، كلهم معروفين بالاسم، اللي اشتركوا واللي قتلوا اطفال واللي قتلوا شباب واللي قتلوا نساء واللي قتلوا عرايس. انا هقول كلمه: نفسي يا مصر، نفسي يا مصر، نفسي يا مصر شجاع يطلع يقولها ويقولها، ورئيس هيطلع يقولها باذن الله، وهيطهر كل الفساد والظلم والقتله والسفاحين اللي قتلوا ولادي واحفادي. ونفسي يا مصر ما اصرخش صرخه تاني الا تكون صرخه مصر. السلام عليكم. نفسي يا مصر اشوفك احلى بلد في العالم، وانتي احلى بلد في العالم، مش عايزه كلام. ومعلش معلش يا حبيبتي، ما هي البطن قلابه، منهم رجال ابطال على بر الامان بتعدي، ومنهم وحوش غابه نهبوا قوت الغلابه، وكلمتهم لا بتجيب ولا بتودي. معلش يا حبيبتي. ومنهم رجال ابطال حفروا قنال، وجع ومشقه ووقف حال، وعيون بالدموع تبكي. معلش يا حبيبتي. يمو الجمال جمال الجمال، هرم ونيل والسد يا عالي، قناطر جزاير شراع مواني، رافعين جبينك في العالي. بيطبطب عليكي الكل حواليكي، بيطبطب عليكي كلنا ليكي، واحنا مش غلابة. معلش يا حبيبتي، ما هي البطن قلابة. نفسي يا مصر، مصر النهاردة بتمر بأخطر منعطف ليها في التاريخ. نفسي يا مصر أشوف كل القوى السياسية متحدة من أجل التطوير. نفسي يا مصر أشوف كل شباب مصر متحدين من أجل التقدم. نفسي يا مصر أشوف كل شيوخك بينوهوا لولادك. نفسي يا مصر أشوف ميدان التحرير حر. نفسي يا مصر أشوف الشباب شغال. نفسي يا مصر أشوف المصانع شغال. نفسي يا مصر أشوف المزارع شغال. نفسي يا مصر أشوفك أحسن بلد في الدنيا. إن كنت كذلك عايزك تكوني أكتر من ذلك. نفسي يا مصر ترجعي زي زمان، ابنك بيحبك. نفسي يا مصر أشوف الغني بيعطف على الفقير. نفسي يا مصر أشوف الصغير يحترم الكبير. نفسي يا مصر أشوفك حرة من جديد. على رأي الشاعر اللي قال: ما لي أراها ترمقني شزرا كأني من أعاديها، وما ذنب جنيته غير أنني بكيت دولة قل اليوم باكيها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفسي يا مصر، نفسي تكون شباب اللي قاعدة في ميدان التحرير تطلع تشوف مصالحها، الوعاد ملوش فايدة. نفسي يا مصر نكون في أمان. نفسي يا مصر كله يبحث على العمل، الشغل كتير. نفسي يا مصر كل يكون يد الصانع، يد البناء، يد المزارع. عشان كده بقول: اصحى يا مصري، اصحى يا مصري وازرع أرضك. لو تزرع لك 100 فدان اوعى تقول فيها ايه الصحراء. ربك عمره ما كان غفلان، وانت يا فندي قوم شوف عملك. اوعى تشد غطاك وتنام. نفسي يا مصر، نفسي نكون في امان، نكون يد واحده، ما نفرجش العالم علينا. نفسي يا مصر نكون شعب حر. وانتوا صغار كنتوا بتداروا فينا يا شباب التحرير عشان احنا كبار. النهارده احنا بنتدارى فيكم عشان انتوا بتجيبوا لنا حقنا اللي ما عرفناش نجيبه من سنين فاتت، انتوا جبتوه. وانا بشكركم على اللي انتوا عملتوه. شكرا. نفسي يا مصر تكوني في أحسن حال. نفسي يا مصر نعيش في خيرك. نفسي يا مصر وأقول: ارمي حمولك عليا وأنا أشيل عنك شوية،
يا حبيبتي يا أغلى عندي من كل الدنيا دي، ارمي حمولك عليا وانا اشيل عنك شوية، يا حبيبتي يا أغلى عندي من كل الدنيا دي. عايزين في النهاية نشكر ضيوفنا الأجلاء الأعزاء، وعايزين عم حسن أكيد لك كلمة عايز توجهها، وفي نفس الوقت عايزين برضه ناخد رأي حضرتك بالنسبة للملتقى اللي حاطه النهارده، يعني إيه رأي حضرتك وناخد الرأي الخاص بحضرتك. اللقاء معاكم ناجح وممتع وبيرجع لنا الدم الحر المصري. وعايز اقول لحضرتك حاجه وللثوره كمان بمناسبه عيد الثوره، ان 25 يناير السنويه بتاعتنا كلنا وبتاعت الحريه. انا بقول احنا الكلمه بقت كلمتنا ولا فيش اطول من رقبتنا، راح وتوزع من سكتنا زي الفار ما بيسمع نو راق الجو يا واد وحلاوي، هيص وارقص واعمل جو. الله عليك. الأستاذ أشرف حسين. اولا انا عايز اشكر عم حسن لانه هو راجل بطل من ابطال اكتوبر، بطل من ابطال 25 يناير. طبعا انا بعتز بيه فعلا كراجل كبير ويعني وقدير، فعايز اقدم له حاجه صغيره بعنوان ألف سلامه مقابل العسكري الاسرائيلي اللي ضربه عند عينه، فطبعا يا ريت يعتز بيها كما اعتز بهذه الخطه اللي هي الصدمه. بقول له ألف سلامه عليك يا جميل، يلي الناس في هواك بتميل، الكون كله بيسأل عنك صبح وظهر وعصر وليل، ألف سلامة عليك يا جميل، بكرة هترجع زي زمان، تزرع فرحة في كل مكان، حبك والله ملوش مثيل، ألف سلامة عليك يا جميل، أحزانك مش من جرحك لكن على حزن حبايبك، ياما سرت كتير تتألم لو كان فيهم حد عليل، ألف سلامة ألف سلامة ألف سلامة عليك يا جميل. يا عم الحدية دي هوبا. ألف سلامة على الصورة كمان. عايزين ننتقل للأستاذ محمد عبد المجيد. أولا بنشكركم، نشكر السادة القائمين على هذا الحلقة، وشكرا على صدقتكم لينا، وشكرا على انكم عرفتونا فعلا بأستاذ حسن. وانا عمري فعلا ما قابلتش حد من ابطال اكتوبر خالص، ده اول مرة فعلا اقعد مع بطل من ابطال اكتوبر والله العظيم، فانا فخور بيك جدا يا عم حسن وربنا يخليك لينا يا رب. الأستاذ عود عبد الجليل. ثورة 25 يناير لا محال، لا محال، مصر فوق الاحتلال، يسلم لك جبينك وملامحك ويدوم لنا عيشك من قمحك، يم الأبطال كبار وصغار، الجيش اهو جالك يندهلك، يحضن ترابك ويقولك شد الحزام واسلبي طولك، يسلم لك جبينك وملامحك ويدوم لنا عيشك من قمحك، يم الشباب السهرانين على النصر يا مصر متوعدين، صقور واقفين نسور طايرين، على غدر الغادر حلفوا اليمين، ما نضيع لونك وملامحك، يسلم لي جبينك وملامحك ويدوم لنا عيشك من قمحك. جميل. الأستاذ ياسر محمد. أنا طبعا بشكر الأستاذ حسن، وأنا بلا فخر يعني إن أنا بعتز بيه يعني واحد صاحبتي يبقى واقف، أفتخر بيه جدا في أي وقت، أي مكان أفتخر بيه، ودي حاجة يعني أتشرف بيها. وأنا أهدي لك أغنية لابن لأب، أقول لك لما الحكام قالوا لي أيامك معدودة، حسيت كأني تايه كل السكك مسدودة،
انا مش صعبان عليا الا العمر اللي ضاع، وعيالي اللي في رقبتي بكره يشوفوا الضياع. لازم يا ناس نفوق ونراجع نفسنا، نعمل حساب لبكره ومقابلة ربنا. واسألوا لما يسأل يا عبد عملت ايه، يا ويلك يا ابن آدم لو ما تردش عليه. اعمل حساب الآخرة والتوبة ليك دلوقت، ده الموت بيجي فجأة ويدوب في أسرع وقت. ممكن في عز شبابك الصحة تكون موجودة، تتعب تلاقي الحكماء قالوا أيامك معدودة. جميل يا أستاذ ياسر. انتوا بتهددوا ولا ايه يا ياسر؟ ياسر بتهددوا ولا ايه؟ قالوا لن نسكت أبدا، قالوا لن نرضى بغير التغيير، قالوا ليس لدينا إلا دمانا، قالوا ليست للحرية بديل. في نهاية الموضوع وفي نهاية الحلقة أنا بشكر ضيوفنا الأجلاء الأعزاء اللي جم شرفونا النهاردة. بشكر عبد الحسن حجاج على وجوده النهاردة، بشكر الأستاذ أشرف حسين والمطرب الجميل ياسر محمد، أخويا الصديق العزيز الأستاذ محمد عبد المجيد والأستاذة هدى عبد المجيد، والطفل الجميل الشاعر الطيب إن شاء الله محمد عاطف. بشكركم جميعا وبنقول يا رب يا رب دايما مصر بخير، ويا رب الأجواء تكون طيبة دايما إن شاء الله رب آمين، ونلتقم وإياكم بإذن الله على خير يوم الجمعة القادمة في نادي أدب ثورة مصر. بشكر الأستاذ محمد كريماني المصور، وبشكر الأستاذ ياسر كمال المخرج بالاستوديو، وبشكر جميع أسرة جريدة ثورة مصر وجمعية ثورة مصر. نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.